السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدي ومتابعي قناة الزعيم كار. أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة جايب لكم تشكيلة عربيات مانيوال من أول 78,000 وأوتوماتيك ب 185,000. العربيات اللي في الفيديو ديت بحالات كويسة وبأسعار أقل بكتير من اللي بتتعرض. قبل ما نبدأ بس ما ننساش نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وتعالوا نشوف مع بعض مواصفات أول عربية معانا النهاردة. معانا لادا 2005 مصري. العربية رشة كلها من بره دواخلها فابريكا بالكامل، فيها رخصة سنة وفيها كاوتش جديد وفيها بطارية جديدة، فيها طقم جنط سبور والعفشة بتاعت العربية متجددة. الآلات جر بتوع العربية ممتازين. الرش بتاع العربية من بره بدون معجون. فيها رخصة باسم المالك مفيهاش أي توكيلات. المعاينة بتاعت العربية هتبقى في الإسكندرية في السيوف. فيها فرش جلد حالته كويسة. السعر المطلوب في العربية 78,000، طبعا السعر ده قبل التفاوض، والعربية موديل 2005. رقم تليفون صاحب العربية وجميع أرقام التليفونات هتلاقيها في الوصف أسفل الفيديو. طب هتوصل للوصف إزاي؟ هتضغط على عنوان الفيديو والفيديو شغال، هتلاقي جميع أرقام التليفونات. معانا بعد كده سوزوكي سويفت موديل 1998 مانيوال. العربية رشة كلها من بره دواخلها فابريكا، للبيع كاش أو للبدل بعربية أخرى. العربية فيها رخصة 3 شهور مرور بنها. موتور وعفشة وفتيس ممتازين. الصالون بتاع العربية الأصلي بتاع الفابريكا. فيها طقم جنط سبورو كاوتش جديد وفيها سنتر لوك. العربية حالتها كويسة. الموتور بتاعها 1300 سي سي وموفر في البنزين. المعاينة هتبقى في صقر قريش في المعادي. السعر المطلوب في العربية 90,000، وصاحبها بيقولك فيه تفاوض بعد المعاينة. رقم التليفون هتلاقيه في الوصف. معانا بعد كده سكودا فليشيا موديل 1995 مانيوال. رش كلها من بره ما عدا السقف واخد ورنيش ودواخل العربية فابريكا بالكامل. الموتور والعفشة والفتيس صاحبها بيقولك ممتازين. العربية لسه متجددة بالكامل، صاحبها لسه عامل لها عمرة موتور كاملة. العفشة والمساعدين والكبالن متغيرين. فيها سمكرة وبوهية جديدة. العربية فيها فرش جديد وصاحبها مغلقة زيت موتور. فيها طقم بوجيهات جديدة وفيها طرمبة بنزين جديدة. صاحبها بيقول لك مش محتاجة مصروف نهائي، والمعاينة هتبين كل حاجة. السعر المطلوب فيها 105,000، طبعا السعر ده قبل التفاوض. المعاينة بتاعت العربية هتبقى في بلبيس. العربية فيها رخصة سنة مرور الشروق. رقم التليفون هتلاقيه في الوصف. معانا بعد كده شاهين موديل 2009. العربية رشة كلها من بره دواخلها فابريكا. مرور البساتين وفيها رخصة 9 شهور وفيها كمان سنتين فحص. المعاينة هتبقى جنب مترو حلوان. فيها طقم جنط سبور. العربية الكاوتش بتاعها جديد وفيها فرش جلد حالته كويسة. السعر المطلوب في العربية 115,000، طبعا السعر ده قبل التفاوض. العربية 2009. رقم التليفون هتلاقيه في الوصف. العربية الأوبل دي بيتطلب فيها فوق 200,000، بس أنا النهاردة جايبها لك تحت 200,000 وبسعر كويس جدا. العربية موديل 2004 كاملة مانيوال. رشة كلها من بره دواخلها فابريكا بالكامل. فيها رخصة سنتين ونص. مرور البحيرة. المعاينة بتاعت العربية هتبقى في كفر الدوار. صاحبها لسه مغير لها العفشة بالكامل ورا وقدام. الكهرباء بتاعت العربية لسه متعدلة. صاحبها مغير لها الكنترول بتاعها الكنترول لانوس. فيها فرش جلد وفيها ازاز كهرباء. فيها طقم جنط سبور. السعر المطلوب في العربية سعرها كويس، مطلوب فيها 170,000. صاحبها بيقولك السعر ده نهائي. رقم التليفون هتلاقيه في الوصف. معانا بعد كده داينو بيرا 1 موديل 1997 كاملة اوتوماتيك. فيها رخصة سنة مرور المنصورة. الفتيس بتاعها فتيس لانوس. مكنة وفتيس وعفشة ممتازين. العربية رشة كلها من بره ما عدا السقف والشنطة فابريكا ودواخلها فابريكا. فيها تكييف وفيها باور وفيها سنتر. فيها 4 ازاز كهرباء وفيها مرايات كهرباء. فيها الفرش الأصلي بتاع الفابريكا بحالة ممتازة. فيها طقم جنط سبور، حتى الاستبن برضه سبور. فيها كاوتش جديد وصاحبها بيقول لك مش محتاجة أي مصروف. السعر المطلوب في العربية 185,000، طبعا السعر ده قبل التفاوض. المعاينة بتاعت العربية هتبقى في المنصورة. رقم التليفون هتلاقيه في الوصف. معانا بعد كده سكودا اوكتافيا اي 4 موديل 1997 كاملة مانيوال. العربية مرور أبيس وفيها رخصة سنتين. الرشة كلها من بره دواخلها فابريكا بالكامل. فيها أرضية جلد صاحبها لسه عاملها. فيها كاوتش جديد صاحبها لسه مركبه من أسبوع. فيها طقم جنط سبور. المعاينة بتاعت العربية هتبقى في الإسكندرية. السعر المطلوب فيها 240,000، والسعر ده طبعا قبل التفاوض. أنا شايف إن سعر العربية كويس، العربية دي بنسمع فيها أسعار أعلى من كده بكتير. رقم التليفون هتلاقيه في الوصف. معانا بعد كده شيفروليه افيو موديل 2009. العربية مانيوال. رشة من بره بعض المرمات البسيطة ورنيش.
الباقي كله فابريكا، ودواخل العربية فابريكا بالكامل. الموتور بتاع العربية زيرو، موتور وفتيس وعفشة صاحبها بيقولك ممتازين. فيها رخصة لغاية شهر 10 2024، مرور حدائق الأهرام. فيها بطارية جديدة والتكييف بتاع العربية شغال. فيها الإزاز القداماني كهرباء. فيها سنتر وفيها جهاز إنذار وأربع فرق كاوتشات حالتهم ممتازين. فيها فوانيس شبورة والمعاينة هتبقى في شبرا الخيمة. السعر المطلوب في العربية 275,000. رقم التليفون هتلاقيه في الوصف. معانا بعد كده هيونداي الانترا اكس دي موديل 2006 كاملة اوتوماتيك. العربية رشة كلها من بره دواخلها فابريكا بالكامل. فيها رخصة سنة مرور بني سويف. فيها فرش جلد حالته ممتازة. فيها حساسات ركن خلفية. الموتور بتاع العربية صاحبها لسه مغير له جوان وش سلندر. ماشي على العداد 164 ألف كيلو. الكاوتش بتاع العربية حالته 70%. صاحبها بيقول لك ما عندوش أي مشكلة إن هو يفحص في أي مكان. المعاينة بتاعت العربية هتبقى في القاهرة. السعر المطلوب فيها 360,000، والسعر ده طبعا قبل التفاوض. رقم تليفون صاحب العربية هتلاقيه في الوصف. معانا بعد كده نيسان صاني اي اكس صالون موديل 2007 كاملة اوتوماتيك. العربية رشة من بره الجنبين، السقف والشنطة والكبوت فابريكا ودواخلها فابريكا. حالة العربية حالتها كويسة. فيها طقم جنط سبور وفيها كاوتش حالته كويسة. فيها فرش جلد ألماني. العربية فيها إيرباج وفيها التكييف بتاعها تلاجة. فيها باور وفيها 4 ازاز كهرباء. الموتور والفتيس صاحبها بيقولك ممتازين. العربية السعر المطلوب فيها 295,000، والسعر ده طبعا قبل التفاوض. المعاينة بتاعت العربية هتبقى في القاهرة. فيها رخصة لغاية شهر 6 2024. العربية مرور اسكندرية. رقم التليفون هتلاقيه في الوصف. معانا بعد كده هيونداي الانترا اكس دي موديل 2004. العربية كاملة اوتوماتيك، كاملة كل حاجة ما عدا فتحة السقف. فيها 4 ايرباج وفيها سخانات كراسي وفرامل اي بي اس وتكييف تاتش. فيها كاسة تاتش وسبويلر على الشنطة. فيها 5 جنوط سبور وفيها مايك في السقف. فيها مرايات ضم وفيها نظام الايكو موفر في بنزين. كل الكماليات بتاعت العربية شغالة. المكنة بتاعت العربية ممتازة وعفشة ممتازة. التكييف بتاع العربية شغال. العربية صاحبها بيقول لك مش محتاجة جنيه مصروف. الموتور بتاعها 1600 سي سي، والعربية فابريكا بره جوه بالكامل. فيها رخصة سنتين مرور كفر الشيخ. السعر المطلوب في العربية 460,000، والسعر ده قبل التفاوض. رقم التليفون صاحب العربية هتلاقيه في الوصف.